فمن تلكم الأخطاء إجبار الابن على نكاح من لا يريد، فكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح إلا بإذنها، فكذلك ليس له إجبار ابنه على نكاح من لا يريد، كأن يقول لابنه تزوج بنت عمك أو بنت خالك أو غيرهما، فليس للأب إجبار ابنه على الزواج، فقد يرى الابن ما لا يرى والده، فقد لا يجد ميلا لمن أشار والده بها، وقد يكون طامحا لأسرة أخرى. نعم، للوالدين إقناعه وفتح المجال أمامه وإبداء المسوغات له، ولكن ليس لهما إجباره، فقد يضرانه من حيث أراد نفعه، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذن صاحبه ولا يمكن فراقه. ومن الأخطاء في باب الزواج ترك الاستشارة في أمره، فتجد من الأولياء من لا يستشير في شأن موليته إذا خطبت، فتراه يوافق على من تقدم لها دون استشارة لأهل بيته أو من يعرفون الخاطب، وتجد من المتقدمين للخطبة من لا يستشير في أمر مخطوبته، وهذا تقصير وتفريط، وقد يترتب عليه قلة التوافق في الحياة الزوجية. فالذي ينبغي للعاقل ألا يستبد برأيه، وألا يدع الأخذ بالمشورة، فالشورى أمرها عظيم وشأنها جلل، فلقد نوه الله عز وجل بها وأثنى على المؤمنين لقيامهم بشأنها. قال الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع وفور عقله وسداد رأيه أن يأخذ بالشورى. قال الله عز وجل: وشاورهم بالأمر. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد.